السلام عليكم. الفيديو ده من اهم الفيديوهات حرفيا اللي انا كان نفسي حد وانا ببتدي ان انا اشتغل في الاي كوميرس حد يكون عامله لي، بحيث انه حرفيا يعني كان هيختصر عليا حاجات كتيره قوي، هيختصر عليا طريقه تفكيري اصلا في عوامل نجاح اي كوميرس براند حرفيا. فانت لو اي حد ليه علاقه بالاي كوميرس باي شكل من الاشكال، الفيديو ده هيكون مهم جدا ليك، فركز معايا قوي كده وكوبايه شاي وركز معايا. بص، اي كوميرس براند اونر هو بيكون شغال ومقتنع بشويه قناعات كده معينه، تمام؟ في بدايه اول ما بيبتدي متخيل ان انا النهارده هبدا هصور البرودكت بتاعي، هعمل شويه اعلانات وابيع. بيتفاجئ للاسف طبعا بيبقى عنده اكسبكتيشنز عاليه جدا 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 وغير واقعيه بالمره، وفي الاغلب بيظلم برضو الشخص اللي شغال معاه لو هو شخص لسه خبرته قليله، فبالتالي يلاقي النتائج بتاعته مره واحده سيئه. فيبتدي هنا نتقلب على شخصين. الشخص الاولاني ممكن يبتدي ان هو يبليم نفسه، يبليم الميديا باير اللي معاه، يبليم كل حاجه، وفي الاخر بتوصل الدنيا ان هو بيكملش شهرين وبيقفل البراند بتاعه. ده ليه؟ ده لان هو جاي عنده توقعات ملهاش اي واقع، تمام؟ طيب الشخص الثاني هو شخص انا عرفت برضو ان انا عندي مشكله، ابتدي ان انا اعمل سيرش عن المشاكل دي، وابتدي اعرف ايه سبب الخلل بالظبط اللي خلاني ما اعرفش ابيع. والشخص دوت في الاغلب هو الشخص اللي بيكمل، بس للاسف بيكون اتعلمها بشكل صعب. فلو انت اي كوميرس براند اونر او ميديا باير او بيرفورمانس ماركتير او اي حد له علاقه بالماركتنج بشكل او باخر، يعني حرفيا انا هبسط لك الموضوع ده بشكل كبير جدا، وهطلعك من الفيديو ده انت عارف انت عندك خلل فين في البراند بتاعك، وازاي ممكن تحله، وازاي برضو تشتغل على الاسبكتس دي وتقويها بشكل قوي جدا. طيب احنا عندنا الايكويشن بتاعتنا عباره عن 5 فاكتورز مهمين جدا. البرودكت، وهو المنتج اللي انا بعمله، تمام، اللي انا بقدمه لليوزر بتاعي، او السيرفيس عامه. احنا هنا ممكن نتكلم بشكل يعني اعم شويه، تمام. تاني حاجه البرايسنج وهو التسعير. اهم حاجه بالنسبه لي من وجهه نظري انه التسعير دوت من اكتر الحاجات اللي بتخليك اصلا، اللي بتاثر على قرارك في البيزنس بتاعك. حاجه من اتنين: يتسعر كويس مناسبه مع البرودكت اللي انت عامله، او الحاله الثانيه ان انت تعمل فاليو بيرسبشن قوي، تمام. وهنتكلم برضو عن الكلام ده، او هنتكلم عن الجزء ده بشكل اعمق شويه. تالت حاجه الهايب، الفيزيبيليتي، من الاخر ازاي اخلق ديماند على البرودكت بتاعي، او ازاي ان انا اخلق ديماند على السيرفيس اللي انا بقدمها. من الاخر احنا في 2026، الفيزيبيليتي حرفيا اي شخص في الدنيا يقدر يعمل اي حاجه، اي سيرفيس تقدر تتعلمها في اقل حرفيا من 3 4 شهور، اي برودكت تقدر تقلده في اقل من مده قليله قوي، تمام. يعني عندنا اقرب مثال تشات جي بي تي، كلود قلدوه، عملوا بس فيه حاجه ازيد شويه، فبالتالي خلاص قدروا ان هم يبيعوا اكتر بكتير حرفيا من اي انجن تاني، تمام. فالموضوع حرفيا ما بقاش التشالنج الاساسي بالنسبه لك في فكره ان انت تخترع حاجه جديده ما حدش عملها، لا، هو التشالنج الاساسي ان انت تعمل حاجه عادي ممكن تكون عند الناس، بس ازاي او طريقه التقديم اللي انت بتقدمها. رابع فاكتور وهو الكرييتيفز، والكرييتيفز دي حرفيا من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها. والسيشن الجايه انا هتكلم اصلا عن ازاي تعمل كرييتيف سيستم تبقى انت حرفيا فروم اي تو زي، ازاي تعمله ويكون بيزد على النيدز بتاعت العملاء بتوعك، وازاي تعمل سكيلينج ثرو اوت الكرييتيفز بتاعتك، تمام. لانه هو حرفيا التارجتنج الاساسي 100% هو بيزد على كرييتيفز، بيزد على النيدز اللي انت بتعملها. وقرارات السكيلينج جوه الداشبورد وبره الداشبورد بتبقى 90% منها مبنيه على الكرييتيفز بتاعتك وعلى المشاكل اللي انت بتحلها، او المشاكل اللي انت بتشوفها في البراند بتاعك وبعدين تبتدي تحلها، تمام. اخر حاجه، ودي من اكتر الحاجات تاثيرا في عمر البراندات، وهو الكاستمر سبورت، خدمه العملاء بتوعك. دي بتحدد لك اصلا العملاء دول هيرجعوا يشتروا منك تاني ولا لا. العميل اللي اشترى منك اذا كان عنده مشكله او ما عندوش مشكله، خدمه العملاء بتوعك لو حلوا مشكلته مثلا وهو عنده مشكله، فخلاص بالنسبه له هيبقى اكسبيرينس كويسه، فبالتالي هيرجع يشتري منك تاني، فبالتالي عمرك واللايف تايم فاليو بتاع العميل بتاعك هيزيد، فبالتالي انت كبراند في الاخر هتكسب، تمام. كل دول او كل الفاكتورز دول بيمثلوا لي اللي هو الجروس ريفينيو او الريفينيو اللي بيخش لي، تمام. طيب الريفينيو اللي بيخش لي دوت مش هيفرق معايا ايا كان الرقم عامل ازاي. انا المهم بالنسبه لي ازاي اعرف ان انا في هيلثي ريفينيو، تمام، وايه النسب اللي انا ببص عليها، وايه الميتركس المهمه اللي انا كبراند اونر او انا كشخص بيرفورمانس ماركتير اعرف انا ماشي صح ولا غلط فعليا، تمام. طيب هو احنا ليه اصلا برضو الايكويشن دي مش حاجه بلس حاجه؟ لانه حرفيا انا النهارده اي فاكتور من دول تاثيره هو يعني مش ده او ده، لا، هم ال5 فاكتورز هم اساسيين، هم دول البيلرز الاساسيين. لو انا ما عملتش اي فاكتور منهم هيكون لي تاثير قوي جدا، مش تاثير قليل، هو هيكون لي تاثير كبير. فاهمين قصدي؟ فعشان كده هم كلهم مالتيبل بعض حرفيا، تمام. طيب يعني مثلا لو حصل عندي خلل، لو انا عامل برودكت متسعر كويس ومش عارف ايه، ومفيش حد ومحدش يعرفني ومحدش مهتم، محدش هيشتري مني، فبالتالي هياثر معايا على الريفينيو بتاعي. لو انا عامل برودكت كويس بكريتيفز كويسه وعامل كل حاجه قويه جدا، وبص كل حاجه عندي قويه، وفي الاخر لما انا لقيت ان انا التسعير عندي فيه مشكله، هلاقي الكونفرجن ريت عندي قليل، فاهم قصدي؟ فبالتالي برضو خلاص كل يعني فاكتور واحد اثر لي على بقيه الفاكتورز بتوعي، تمام. فانا هنا مهم بالنسبه لي دول شويه سيناريوهات. لو انا مثلا عامل برودكت وكريتيفز كويسه والتسعير غلط، مش هلاقي كونفرجن ريت عندي، فبالتالي محدش هيشتري. لو انا عامل برودكت كويس وبرايسنج كويس وكاستمر سبورت كويس وكريتيفز كويسه ومفيش هايب، محدش مهتم اصلا، محدش يعرفك، فاهم قصدي؟ محدش هيجي لك. احنا اصلا في 2026 هي فيزيبيليتي، حرفيا هي لعبه فيزيبيليتي وهايب، تمام. لو عندي كل دوت وعندي
لو عندي customer support كويس، الbrand بتاعي هو عمره في السوق هو cycle بس شِرا واحدة، أيًا كانت الcycle بتاعتي دي 3 شهور، 5 شهور، 6 شهور، سَنة، أنا عمري في السوق هيقل، زي براندات كتيرة طلعت الفترة اللي فاتت وقفلت، ده كان 90% منها مُعتمد على إنه الproduct ذات نفسه ما كانش بيmeet الexpectations بتاعة الcustomers بتوعهم. والحاجة التانية إنه الcustomer support أكيد ما حلّش معاهم بالشكل اللي هو يخلّي العُملا عندهم رضا بالbrand، تمام. طبعًا لو أنا عامل creatives برضه وproduct وِحِش، أنا هاكسب زي ما قُلت لكم، بس الbrand بتاعي مستحيل يكمّل. فكل دي cases تعرّفك إنه factor واحد لو في مشكلة هو هيأثّر أصلًا على كل الحاجات التانية، هو الoverall outcome بتاعي، تمام. أنا ألاقي بالنسبة لي إن أنا عندي مشكلة في الrevenue، هالاقي عندي مشكلة بتمثّل لي في CVR عالي، CVR قليل والّا إيه، هالاقي عندي مشكلة في حاجات تانية كتير، تمام. فfactor واحد هيأثّر على حاجات كتير أوي. طيب إحنا هناخدهم factor كده واحدة، واحدة، هنعرف إحنا بالضبط إزاي برضه كل واحدة فيهم إحنا ممكن نشتغل عليها، تمام. أول حاجة بالنسبة لي الproduct بتاعي، هل أنا أصلًا عندي product كويس؟ يعني أنا محتاج أسأل نفسي شوية أسئلة، هل الproduct دوّة متناسب مع الvalue perception اللي أنا عامله؟ بمعنى إيه؟ أنا النهارده ولنفترض المفروض يكون عندي معيار لاختيار الproduct بتاعي، أولًا أكون فاهم الICP بتاعي كويس جدًا، 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 وإيه الneeds اللي محتاجها من ورا الرقم اللي هيدفعه. أنا ولنفترض إن أنا هادفع أي رقم 1000 جنيه، 500 جنيه، أيًا كان الرقم اللي أنا هادفعه، فأنا هنا بالنسبة لي كcustomer بيبقى محتاج need معين أنا لازم ألبّيه له throughout الproduct بتاعي. ممكن الneed دي تتمثّل لي في perception معين، ممكن الneed دي تتمثّل لي في identity معينة، ممكن الneed دي تتمثّل لي في ضمان أكتر، ممكن الneed دي تتمثّل لي في experience، أيًا كانت الحاجة اللي أنا باقدّمها. المهم بالنسبة لي إنه أكون باقدّم product يكون worth الفلوس اللي الcustomer بتاعي بيدفعها، تمام. وطبعًا لازم يكون product هو في الأول وفي الآخر عليه demand، تمام. أو أنا أخلق الdemand ده مش هيفرق معايا بالنسبة لي، بس هيكون أسهل بكتير لو أنا عامل product طبعًا يكون الdemand فيه أو يكون عليه demand بحيث إن أنا أقدر أبيعه للcustomers بتوعي، تمام. فالبرودكت دوّة لازم يكون فيه at least 3 حاجات من ال6 دول، يا إما بيحل مشكلة أو في أصلًا ناس هم already محتاجين إن هم يشتروه، تمام. ويكون في demand طبعًا، الناس هي اللي بتدوّر عليك مش أنت من الأساس، أنت مش تخلق برودكت، هو أنت لسه محتاج تفهم الناس هم محتاجين أصلًا أو الvalue بتاعته عشان بعد كده يرجعوا إن هم يشتروا. ده هياخد منك وقت أطول، لو أنت محتاج أنت تخلق الmarket demand ده، فده هياخد منك وقت أطول طبعًا وفلوس marketing كتيرة جدًا، تمام. طبعًا لازم تعرف إنه طب إن هو يكون product market fit، إن أنا النهارده بعد أمّا الناس ترجع تشتري مني تاني، أو إنه يكون البرودكت ذات نفسه متناسب للبيئة أو للcommunity اللي أنا بابيع له، تمام. ما ينفعش يكون أنا الmarketing بتاعي أو الperception اللي أنا عامله على الbrand بتاعي بيكون موجه لفئة معينة من الناس، ويكون البرودكت بتاعي أصلًا مش بيميت الexperience دي. وحتى لو هو برودكت كويس عامةً، هو أنا هنا برضه أنا عندي خلل معين، تمام. طبعًا آخر حاجة أو الحاجة المهمة أوي، إيه الUSP اللي عندي. أنا النهارده ولنفترض أنا شِلت اللوجو، شِلت كل حاجة من البرودكت بتاعي، أنا بالنسبة لي إيه الميزة اللي تخلّي الcustomer بتاعي ده، ولو اللوجو اتشال، لو اسمي اتشال من على الbrand، يكون فاكر الbrand بتاعي ده؟ هل أنا أصلًا عامل branding كويس أو عندي USP معيّنة تخلّي الcustomer ده يفتكرني؟ لو أنا عندي خلاص، لو ما عنديش شكرًا، تمام. طبعًا أهم حاجة الvalue perception، إن هو في الأول وفي الآخر يكون تسعيره أو القيمة الانطباع عن القيمة بتاعته تكون متناسبة مع المبلغ. ولنفترض أنا النهارده لو أنا عملت product وخلّيت عليه مثلًا، أنا النهارده لو هابيع الموبايل ده، تمام. الموبايل دوّة iPhone 16، لو أنا جيت النهارده قُلت إنه مثلًا أنا هابيعه ب10.000 جنيه، ما حدش هيشتريه. طب ليه؟ لإن مثلًا Apple هم عاملين إنه عاملين ليه marketing بشكل معيّن، فبالتالي أنت في الأغلب هتقول عليها يا إما نصّاب، يا إما الproduct دوّة مش original، لإنه Apple هو الvalue perception بتاع أجهزة Apple أغلى من كده بكتير. نفس الكلام لو أنا عملت برضه العكس، لو أنا جبت product هو الvalue perception بتاعه قليل وحطيت له سعر مش منطقي، ما حدش مهتم، ما حدش هيشتري مني ولا حد مهتم بيّا أصلًا ولا بأي حاجة، تمام. فأنا هنا بالنسبة لي لازم البرودكت بتاعي أو الحاجة اللي أنا باقدّمها يكون الvalue perception بتاعها متناسب مع سعري من الآخر. طيب بعد كده أنا من الآخر لو أنا عملت برودكت خلاص هو market fit والبرودكت دوّة خلاص عليه demand، الموضوع بالنسبة لي أنا كده عدّيت phase محترمة جدًا، جدًا، جدًا. خلّيك فاكر إن الads مش هتخلق لك يعني مش هتخلق لك demand على قد ما هو من الآخر هو بس إيه، هو بيعيد اكتشاف إنه في demand أصلًا. يعني هو من الآخر لو الناس أصلًا مش محتاجين البرودكت، لو أنت قعدت من هنا ل100 سنة قدّام ما حدش مهتم. فبس دي الفكرة throughout الads بتاعتك هتلاقي إن أنت بالنسبة لك بتزوّد budget إعلانات على الفاضي. فأنت كل لمّا يكون معيار اختيارك للproduct أو في value معيّنة بتقدّمها في الproduct بتاعك، كل لمّا هيكون بالنسبة لك إنه سهولة إنك تبيعه هتبقى طبعًا بالنسبة لك فرصك أكتر بكتير، تمام. طيب تاني حاجة التسعير، التسعير ده هو أساس نجاح أي e-commerce brand في 2026. أي local brand يا جدعان بجد الموضوع ده مهم أوي، أوي، أوي بيأثّر بشكل كبير جدًا، جدًا، جدًا على الconversion rate، بيأثّر بشكل كبير جدًا، جدًا، جدًا على إنك تخلق أصلًا أو توسّع الaudience بتوعك، تمام. يعني إيه؟ يعني أنا النهارده لمّا مثلًا هادّيكم مثال سهل جدًا يفهّمك إنك مثلًا ممكن تكون بتخسر فلوس قد إيه بسبب التسعير. إحنا النهارده قدّامنا 2 cases، brand بيبيع product ب1000 جنيه، تمام. الproduct دوّة عنده متسعّر بشكل كويس، فبالتالي عنده conversion rate 3%. يعني من كل 1000 session على الويب سايت في 30 شخص بيخشوا بيشتروا من البرودكت ده. قام قال لك إيه، أنا هاسعّر النهارده هازوّد السعر بتاعي ل1200، فبقى السعر بتاعه أغلى من الماركت، فبقى الconversion rate عنده قَل من هو مثلًا بدل ما هو كان اسمه ده، بدل ما هو كان 3% قَل لحد إيه 2%. فأنا بالنسبة لي أنا خسرت 6 بيعات، تمام. ده على scale قليل، ده أنا باتكلم على 1000 session في اليوم.
ما بالك أنا في الشهر قد إيه، ما بالك فالموضوع بالنسبة لي أنا باخسر segments معينة. نفس الكلام أنت النهارده أغلب البراندات لمّا بتيجي تscale بتلاقي نفسها بتنزل بالسعر شوية، ليه؟ لأنه طبعًا كmass production السعر بيقل، فبالتالي طبعًا كCOGS وكده، فبالتالي أنا بالنسبة لي وعندي أغلب الoperation cost بتبقى تقريبًا تكاليف ثابتة إلى حدٍ ما، فبالتالي بيكون عندي أنا كbrand كبير أريحية شوية في حتة التسعير. طيب أنا لمّا أنا باقلل سعري شوية، بالاقي إن أنا بالنسبة لي في ناس تانية أو في segments تانية بتخش لي أصلًا. أنا ولنفترض إن أنا شغال على مثلًا مش هاقول على A وB ما باحبش أصلًا المصطلحات دي، أنا باتكلم على القدرة الشرائية الفعلية، يعني ممكن يكون حد أصلًا مثلًا هو غني جدًا بس سلوكه الشرائي digitally هو يكون مثلًا C- كمان، هو ما بيشتريش أصلًا أي حاجة. نفس الكلام ممكن يكون حد هو فقير جدًا أو مش فقير أوي يعني إلى حدٍ ما، يكون مثلًا طبقة متوسطة ويكون سلوكه الشرائي هو إيه، ليه؟ لأنه في ناس بتحب تشتري كتير جدًا عشان تبقى مثلًا يكون الvalue perception أو الperception عنها يكون قوي جدًا، فبيقلدوهم، فبيكون عندهم قرارات الشرا بتبقى أكتر من أو الشرا بتاعتهم أو الحركات الشرائية بتاعتهم بتبقى أكتر بكتير من الناس، تمام؟ فأنا هنا بالنسبة لي مهم جدًا إن الpricing بتاعي يكون متناسب مع الحاجة اللي أنا باقدمها، متناسب مع الmarket بتاعي، متناسب مع المكان أو الbranding اللي أنا عامله لنفسي، متناسب مع الvalue perception وده أهم حاجة من الآخر. هو أنا تحت كل دول هم كلهم تحت الvalue perception. أنا النهارده في الأول وفي الآخر أنا النهارده لو أنا عندي مشكلة في الpricing هالاقي إن الconversion rate عندي فيه مشكلة، فبالتالي ما حدش هيشتري مني، تمام؟ ودوّة معياري الأساسي إن أنا عندي مشكلة في التسعير والّا لأ، تمام؟ في حاجات تانية بتأثّر على الconversion rate بس طبعًا الpricing هو 90% من التأثير على موضوع الconversion rate ولازم أعرف برضه أعمل forecasting لو أنا هاعمل offers لو أنا هاعمل كل حاجة. وبرضه في حتّة معيّنة برضه تريكاية، لو أنت شخص ليك علاقة بالe-commerce ما تعملش offers من الآخر اللي هو كل شوية. طب ليه؟ الoffers دي ممكن تكون أكتر حاجة هي بتضر الbrand بتاعك، تمام؟ أنت ممكن تعمل بقى ممكن ت ت ت تعمل replacement الحتّة دي في صورة حاجات ممكن تزوّد لك الaverage order value بتاعك، صورة bundles بقى فبالتالي تبقى win-win situation. ممكن تعملها في صورة إن هو free shipping above كذا. في tip مهمة أوي هنا، ولنفترض إن أنت مثلًا شوف الaverage order value بتاعك كام، تمام؟ وزوّد 30% واعمل free shipping. أو الحالة التانية إنه لو أنت عندك أغلب المنتجات نفس الفئة السعرية تقريبًا، فزوّد عند مثلًا أكتر product سعرًا، ونفترض إن أنت أغلى سعر عندك 1200 جنيه، زوّد عليه 30% يبقى 1500 جنيه. فبالتالي أو 1300 جنيه كمان، فبالتالي الناس هتشتري 2 items at least، فهتلاقي إن الaverage order value عندك عالي جدًا، تمام؟ أيًا كانت الطريقة اللي أنت تستخدمها، أنت ممكن زي ما قُلت لك الoffers تبقى بتعملها بشكل indirect بدل ما أنت كل شوية flash sale، flash sale، flash sale، buy 2 get 1 مش عارف إيه. خلّيهم تبقى في فترات معيّنة، في سيزونات معيّنة، لإنه في وقتها هيكون أصلًا الoffer ذات نفسه أنت تقدر تلِم منه فلوس كتيرة جدًا طبعًا. وقبل ما تعمل offer تبقى أنت زي ما قُلت لك تبقى عامل forecasting إنه الoffer دوّة الprofit margin بتاعي هيروح فين بالضبط، طيب والsales بتاعتي إيه اللي هيحصل فيها، وأحط ليّا سيناريوهات معيّنة based على ده، تمام؟ لإنه أنا لو أنا هاعمل offer والoffer دوّة الsales بتاعتي هتفضل زي ما هي، ما اعملش الoffer أحسن بصراحة، تمام؟ فزي ما قُلت لكم كل الحاجات دي إحنا اتكلمنا فيها. طبعًا الperceived value، تمام؟ الpositioning بتاعي ما بيني وما بين المنافسين، أنا أصلًا فين منهم، تمام؟ في الmarket إحنا كل دوّة based على اللي أنت شايفه قدامك، مش based على وجهة نظري ولا based على إن أنا والله يا عبد الله أنا الproduct بتاعي كويس. ما حدش مهتم، بُص من الآخر طول ما الناس ذات نفسها ما قالتش ان البرودكت بتاعك كويس، طول ما الناس ذات نفسها كبوزيشننج ما كانش البوزيشننج بتاعك محطوط في الحته دي، اعرف ان انت ولا حاجه من الاخر، ولا حاجه لحد لما تثبت ده، تمام؟ انما هتخش بزون ان انا النهارده انا بادئ وايا كان انا شايف ان البرودكت بتاعي كويس، انا شايف ان انا باصنع احسن من الناس، انا شايف ان انا الماتيريال اصل مش عارف ايه، ما حدش مهتم والله العظيم صدقني ما حدش مهتم تماما، تمام؟ زي ما قلت لكم الاوفرز ذات نفسها ما تبقاش برضو ما تبقاش عمال على بطال، تمام؟ طبعا وخلي اغلب شغلك يكون انت هدفك انك تطلع او تعلي الافرج جوردر فاليو بتاعك. ده هيديك مساحه اصلا اكتر في حته ان انت البيدنج بتاعك تكمل فيه اكتر، في حته ان انت تاكواير كاستمرز لحد فين، تمام؟ لانه غصب عنك لو انت النهارده الافرج اوردر فاليو عندك قليل، حتى لو انت كل هدفك الاساسي ان انت بتبص على ريتيرن اد سبند معين وكده، فتلاقي نفسك انت بتخسر بيدنج تاني، او وانس انه البيدنج زاد عليك انت غصب عنك مش تقدر تكمل لو انت بتجري ورا حاجه معينه ومش هدفك انه البيزنس بتاعك يكبر، تمام؟ طيب فانا بالنسبه لي اعرف منين ان انا البرايسنج بتاعي كويس ولا لا؟ رقم واحد الكونفرجن ريت، رقم اثنين كل ما يكون بالنسبه لي الكاستمر بيدفع رقم والفاليو برسبشن بتاعه اكبر، كل ما يكون المسافه دي بالنسبه لي اكبر، كل ما يكون بالنسبه لي احسن. لو بالنسبه لي المسافه دي قليله فده بالنسبه لي حاجه في منتهى الخطوره، تمام؟ انا لو انا عندي الفاليو برسبشن بتاعي هو قريب جدا ما بين التسعير، كل ما يكون او الكاستمر ما بيدفع كام بالظبط، كل ما يكون بالنسبه لي ده مؤشر خطر ان انا محتاج انه اشتغل اكتر على يا اما الفاليو برسبشن بتاعي او يا اما اقلل السعر بتاعي، تمام؟ طيب ثالث حاجه الهايب دي يا جدعان أنا باشوف براندات كتيرة بتقفل بسببها بشكل indirect، تمام؟ ليه؟ من الآخر إحنا
زماننا ده زمن visibility، زمن إني أكون متشاف أكتر، زمن إنه ما حدش ما يبقاش مهتم بيّا، أنا كده هاقف تمام. إنه أنا أكون بالنسبة لي الhype دي إنه متمثلة لي في إنه الCPM بتاعي بيقل جدًا، 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 أو بيعلى عليّا بشكل كبير جدًا لو الناس ما تعرفنيش. أنا النهارده هادّيك سيناريو مهم أوي تبقى فاهمه تمام. السيناريو دوّة أنا حتى في حد باعت لي مثلًا على Instagram من فترة بيقول لي: "يا عبد الله أنا الconversion rate عندي كويس، كل حاجة عندي كويسة، وللأسف أنا الCPM عندي 500 جنيه." طب دخلنا بصينا لقينا الCTR عنده كويس، لقينا عنده مشكلة في حاجة معيّنة إنه 100% كانت مشكلة hype. فقُلت له: "اشتغل على الorganic content بتاعك، واشتغل على إنك تشتغل على الPR." فبالتالي الفكرة كلّها إيه اللي حصل؟ الفكرة كلّها إن أنا النهارده لمّا أنا أكون شغّال على audience معيّنين هم أول مرّة يشوفوني تمام. ونفس السيناريو بالضبط إنه شغّال على audience هم مش أول مرّة يشوفوني، هو شافني قبل كده throughout organic content وكده. ففكرة إن هو يengage مع الad بتاعي بتبقى أعلى بكتير. طيب الalgorithm بشكل بسيط أوي هي هدفها إن الناس تengage على الads. once إن الناس تengage على الads بقى يوقّف الad ذات نفسه، من الآخر ما يعملش scrolling وخلاص تمام. كل أمّا أنت فرصك إن أنت الengagement rate بتاعك يزيد، إنه يكون في trigger يخلّي الشخص بدل ما هو قاعد كده بيسكرول على الموبايل، بدل ما هو يعمل كده للad بتاعك، كل أمّا يقف على الإعلان بتاعك كل أمّا الCPM بتاعك هيكون قليل تمام. أنا هنا باتكلم في حالات إنه الCPM بتاعك يبقى عالي جدًا تمام. لإنه في بعض الأحيان أنت محتاج إنك تشتغل على segment أعلى شوية، فبتلاقي الCPM عندك رفع شوية مش أوي يعني تمام. يعني أنت النهارده تبقى شغال على segment عالي شوية. أنا هنا باتكلم على الcase إنه بيكون غلو الCPM عندي سببه الأساسي إن أنا ولا عندي organic content ولا عندي hype ولا عندي PR، أيًا كانت الحاجة اللي أنا باعملها. أنا عندي أصلًا أكتر من source للhype بتاعتي زي ما قُلت لك، سورسات زي الPR بتاعي إن أنا أبعت packages للناس، الناس دي تبتدي تنزّل عندي، فبالتالي الaudience بتوعهم هيخشوا عندي على الأكونتات وهيشوفوني. once إن هو هيشوفني هو كده الads بتاعته هتطلع لي. once إن هو دخل على أكونتاتي 100% الads بتاعتي هتطلع لي تمام. لأنه هيكون من الengaged audience بتوعي تمام. فبالتالي فرص إن أنا يengage معايا هتبقى أعلى، فبالتالي الموضوع بالنسبة لي كCPM هيرخص automatically تمام. نفس الكلام على الorganic content بتاعي، مهم جدًا، جدًا، جدًا ورخيص. أنا ما باعملش أي حاجة، أنا حرفيًا كل اللي أنا باعمله أنا باعمل content، فبالتالي أنا بدل الفلوس اللي أنا بادفعها في الimpressions دي بفلوس أنا هادفعها ببلاش. فبالتالي لمّا أنا أعمل ads النتايج بتاعتي تبقى عالية جدًا. لذلك أنا بيكون بالنسبة لي حاجة مستفزة جدًا لمّا أشوف حد مثلًا هو مش مستغل الpaid ads وهو عامل organic content كويس. أنت لو صرفت 2 جنيه حرفيًا زيادة على الpaid ads هتلاقي نفسك عندك نتايج كويسة جدًا، جدًا، جدًا تمام. فأنا هدفي زي ما قُلت لك أنا من الPR بتاعي طبعًا. تالت حاجة مهمة أوي بالنسبة لي الtool بتاعة الSMS دي. والSMS marketing يا جدعان بجد من أكتر الtools اللي بتكون مهدرة، بس هي طبعًا هي بتشتغل على الexisting customers بس من الآخر. في trick مهم أوي إنك إزاي تجيب الexisting customers بتوعك. أنت ولنفترض إن أنت مثلًا هنا شغال على product life cycle بتاعتك مثلًا عاملة 3 شهور تمام. فأنا النهارده هافتح Shopify sidekick. once إن أنا هافتح Shopify sidekick هاشوف أنا بالنسبة لي هاخش على sidekick أقول له أنا عايز الexisting customers بتوعي، عايز الlist دي، وبعدين آخدها هاعملها كtext يعني، وهابتدي إن أنا أرفعها للبلاتفورم اللي أنا شغال عليها أيًا كان البلاتفورم بتاعة الSMS اللي أنا شغال عليها تمام. بعدين هاقوم جاي مثلًا هاعمل فيها يكون فيها offer للexisting customers لأنه ده مهم جدًا بالنسبة لي، أو discount أيًا كان بقت الحاجة، أو buy 2 get 1 أيًا كانت الطريقة اللي أنا هاشتغل بيها، ولينك الويب سايت بتاعي تمام. فده أشتغل بيه على الexisting customers، أو ممكن نستغله في الhype بتاعة الoffers إن أنا أبعت قبلها مثلًا بأسبوع إنه في offer يوم كذا تمام. وأعمل حاجة تاني، أعمل campaign تاني في يوم الoffer بالضبط للناس دي، للناس اللي هم الcustomers بتوعي. فوقتها automatically أنا عملت hype للoffer من قبلها، وفي نفس اليوم الناس اشتغلت معايا، فبالتالي الناس هتفتح المسدجات بشكل اكبر بكتير، والناس هتشتري مني بشكل اكبر بكتير. فالاقي ان انا عندي بلصايه كبيره جدا في السيلز عندي تمام. وهيكون عندي ديماند كبير جدا جدا على الاوفر بتاعي، وهقدر استغله، وده مهم جدا بالنسبه لي تمام. زي ما قُلت لكم في حاجات كتيرة أوي ممكن أشتغل أعمل بيها demand، زي أشهرهم طبعًا إن أنا أعمل organic content أو PR، أو الترندات أو الtrend jacking اللي أنا أشتغل عليهم بقى. ممكن يعني من فترة كان في أغلب براندات كده اشتغلت على الtrend بتاع الطفل اللي هو ماسك الموبايل ومتصور سيلفي وعامل كده. كان عيل صغير. الtrend دوّة يعني اللي هو في business owner نزّله بالغلط، والموضوع كان viral في العالم كله حرفيًا. فممكن تستغل دوّة throughout الbusiness بتاعك. طبعًا تعمل الحاجة اللي بتمِت الperception بتاعك واللي بتمِت الethics بتاعتك تمام. طبعًا واهم حاجة الFGC أو اللي هو الfounder generated content. ده برضه بيبقى بيخلق لك أصلًا credibility ما بينك وما بين الaudience، لإن الناس هم عارفين مين الfounder وكده، بالذات لو هو شخص أصلًا يعني بيعمل content بشكل كويس تمام. فبالتالي كل دوّة هيخلق ما بينك وبين الcustomers بتوعك emotionals معيّنة تمام. فأنت خلّيك من الآخر، خلّيك يعني الvisibility بتاعتك تخلّيك غصب عنك الناس هي عارفاك، الناس تعرف تشتري منك. وخلّيك فاكر دايمًا إنه الأشهر هو بيبيع أكتر من الأشطر اللي مش معروف من الآخر تمام. فبس دي الفكرة. once إن أنت كل ما هتعمل hype أكتر كل ما ده هيدّيك authority أكتر. لإن بالنسبة للcustomers هو لمّا بيشوفك كتير جدًا في الإعلانات. أنا في براند معانا صرفنا على campaign PR أكتر من 2.000.000 جنيه. فكان لدرجة إن أنا طبعًا كنا بنتابع الcomments بتاعة الناس وكده، بنشوف ردود الفعل. فناس بيقولوا إحنا شُفنا الإعلان مع كل الناس وكده. فبالتالي كان الموضوع كان مدّينا authority كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. وكان طبعًا الsales بتاعتنا ضبطت بشكل كبير أوي تمام. فأنت حطّاك كده أو ادّاك perceived value معيّن عند الaudience بتوعك، إن هو من الآخر الناس دي بتقدّم product كويس تمام. معاها فلوس إنها تصرف على ads أكتر.
اكتر، فبالتالي بقيت انا قدام الاودينس بتاعي طول الوقت، فبالتالي انا كده كده في دماغه وانس اني انا محتاج البرودكت دوت، وانس ان انا بقدم له برودكت كويس، ده اهم حاجه الناس ترجع تشتري مني مره تاني وكده. وبيكون جزء كبير قوي 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 معتمد على الديماند، ومعتمد على الهايب اللي انا بعملها، او اللي انا بس من الاخر بخلقها على البرودكت بتاعي. تمام. اخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره الكريتيفز دي. ومن الاخر الكريتيفز دي هو السيشن الجايه احنا هنتكلم عنها بشكل مفصل جدا جدا جدا، بس وازاي تعمل كريتيف سيستم. بس من الاخر اهم حاجه في الكريتيفز ان هو يكون معمول فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هي بتكون بتخاطب النيدز بتاعت العميل بتاعك، لانه العميل اساسا هو قرار الشراء عنده هو قرار عاطفي 100%، ولكن الناس بتبتدي تمنطق الموضوع. من الاخر انت لو بصيت جواك لاي حاجه انت بتشتريها هتلاقي ان انت هو قرار عاطفي، بس انت في الاخر ان انا ايه بحاول امنطق الموضوع مش عارف ازاي. يعني مثلا انت لو بتشتري برودكت هتقول لي انه البرودكت دوت عشان سعره حلو، مش عشان سعره حلو، انما اساسا جواك انت عارف ان انت بتشتري البرودكت ده عشان مثلا حابب يكون شكلك حلو، حابب يكون شكلك شبه الشخص اللي هو لابسه، او بتحب الشخص اللي هو لابسه، او هيديك ايدنتيتي معينه عند فئه معينه من الناس، او هيخليك تنتمي لكالت معين من البشر، فبالتالي وقتها برضو انت بيقدم لك نيد معينه. تمام. ده مهم جدا في حته اللي هو الكريتيفز. تاني بوينت ان انت تعمل بيرسوناليزيشن للكريتيفز بتاعتك، فبالتالي كل شخص هيريليت لنفسه. اخر حاجه تعمل دايفرستي فيها، فبالتالي كل ما هتنوع من الادز بتاعتك كل ما هيكون هتوصل لسيجمنتس اكتر وكده، وهتعمل فيرتيكال سكيلينج وهوريزونتال سكيلينج. وخلينا بس نكتفي بالجزئيه دي في حته الكريتيفز لحد السيشن الجايه، احنا هنتكلم عنها بشكل كبير جدا جدا جدا. خلينا متفقين بس حاجه انه لازم يكون في تريجر في الكريتيفز بتاعتك يكون يخلي الشخص اللي هو شايف الكريتيف دي يوقف سكرول لحد لما هو يخليه ياخد اكشن، وده لازم يكون ثرو اوت سيستم معين في الكريتيفز بتاعتك. ما ينفعش يبقى شكله، او ما ينفعش الكريتيفز بتاعتك تبقى اللي هو ايه اشوف انا هعمل يو جي سي وهبعت 100 فيديو كده، الموضوع مش هيبقى كويس خالص ليك كبراند، مش هيبقى كويس خالص لو انت ماشي بشكل عشوائي ككريتيفز وكده. فمهم جدا تشوف السيشن اللي هتنزل بعد دي. تمام. حرفيا انا هقول لك دي اقوى سيشن ممكن تشوفها في حياتك عن حته الكريتيف سيستمز والكريتيف دايركشنز عامه. تمام. اخر حاجه ودي الحاجه اللي هتخلي البراند بتاعك بدل ما هو عمره في السوق سنه سنتين هتخليه عمره 3 و4 و5 6 سنين. ليه؟ لان انا النهارده الكاستمر سبورت دي هو بالنسبه لي اهم جزء. ليه؟ لانه انا النهارده الشخص بيزد على السبورت بتاعه، او بيزد على ان انا اقدم له فاليو معينه، او بيزد على الجرانتي اللي هياخده من ورايا من السبورت بتاعي، هيكون بالنسبه لي هشوف مشاكله فين بالظبط، فبالتالي انا هحلها. لو انا عندي مشكله في السعر هعرف مشكلتي في السعر، لو انا عندي مشكله بالنسبه لي ان انا هاشوف كل الاوبجكشنز بتاعت العملاء بتوعي وهحلها. تمام. فانا مهم قوي بالنسبه لي ان انا لازم اعرف حرفيا كل حاجه ليها علاقه بالكاستمر بتاعي وازاي احقق له النيدز دي. تمام. ليه بقى؟ لانه لما انا النهارده اقدم برودكت كويس تمام وانا عامل هايب وكل حاجه، وفي نفس الوقت انا بعمل كاستمر سبورت، الكلاينت ده هيبتدي ان هو يرجع يشتري مني مره ثاني وثالث ورابع. طبعا انتوا 100% انت متاكد ان هو سعر الكوست بير بيرتشيز او البيعه هي بتبقى يعتبر واحده. تمام. ان انت وانس ان انت بتدفع فلوس كتير جدا عشان تاكوير العميل ده، هيكون حرام عليك، وفي الاغلب انت بتخسر من اول بيعه. تمام. فهيكون حرام عليك ان انت تكون كشخص تضيع كل دوت بكاستمر سبورت قليل. تمام. تاني بوينت ان انت هتبتدي انك هتفتح لك باب جديد اللي هو الورد اوف ماوث. تمام. يعني ايه؟ ان انا النهارده هبتدي ان انا لو انا براند اشتريت منه والبراند ده عجبني هبتدي ان انا هعمل ريكومنديشن للبراند دوت لاصحابي لاخواتي لاهلي وكده، فبالتالي برضو دوت هيكون ليه سببه او ايه سببه ان انا خدت اكسبيرينس كويسه، وانا عارف ان انا وانس ان انا حصل لي مشكله انا عارف ان انا هقدر ان انا ارجع البرودكت، او ان انا من الاخر انا هعرف اتواصل مع حد يحل لي مشكلتي. ودي للاسف مشكله كبيره جدا عند اغلب البراندات المصريه، ان هو مش بيكونوا مهتمين بالجزء دوت. في ناس بتقول لك اصلا نو ريفاند نو اكسشينج، طبعا ده عبط، محدش يعرف يشتري منك بالشكل ده. تمام. انا وانس ان انا كشخص مش واثق 100% في البرودكت بتاعي، فطبيعي ان انا الناس ده هيتنقل لها الاحساس ده. تمام. لانه انا بالنسبه لي زي ما قلت لك انت هيكون عندك مشاكل كتيره جدا صدقني. المشاكل دي يعني لو انا ما قدرتش ان انا اشتغل عليها بسرعه، في نفس الوقت ان انا اصلا اكون مهتم بالعملاء بتوعي واهتم بمشاكلهم واسمع الاقتراحات بتاعتهم في البراند بتاعي، كل ده هيوصلني في الاخر ان انا ما فيش حد، ما عنديش ريتنشن ريت اصلا، ما عنديش نسبه عملاء بيرجعوا يشتروا مني مره تاني. فبالتالي لما انا اجي اعمل سكيلينج انا كل شويه هروح ان انا الادز بتاعتي هشتغل على ان انا اكواير بيها كاستمرز جداد، وهتكون غاليه جدا عليا، فبالتالي البروفيت بتاعي هيبقى تقريبا بالسالب، وغصب عني هقفل البراند بتاعي. ده سببه ايه؟ سببه ان انا مش عامل كاستمر سبورت كويس. طبعا ده بالنسبه لي لازم تعرف انت الاوبجكشنز بتاعتك عامله ازاي، لازم تعرف التيم بتاعك بيفولو اب ازاي، لانه حرفيا المودريتورز عندنا في مشكله كبيره جدا، كلهم بيبقوا واخدين بصمجيه حرفيا في اغلبهم، كام تمبلت كده بيبعتوها والموضوع بيبقى سيء جدا. تمام. لازم تجمع ريفيوهات العملاء بتوعك بعد الاوردر، عندهم مشاكل فين، لو انت عندك مشكله في شركه الشحن، لو انت عندك مشكله مع المناديب، لو انت عندك مشكله في اي حاجه. تمام. لو الشخص بيرجع يشتري منك مره تاني اعرف هو بيشتري منك تاني ليه، او اشترى منك تاني مره ليه، وزود من الحاجه دي. يعني مثلا حد قال لك ان انت الكونتنت بتاعك كويس، بحب الكونتنت بتاعك، فاعمل كونتنت شبهه تاني. تمام. حد قال لك ان البرودكت بتاعك كويس وكده، حاول تعمل عندك اللي هو كواليتي مانجمنت اكتر. تمام. حد قال لك ان انا مثلا عندي اوبجكشن معين، انه والله هو انا مثلا حصل عندي تاخير مثلا في استلام الاوردر، فانت تقول له هظبط الحته دي تاني وكده، وتدي له مثلا شبه مثلا اللي هو ديسكاونت كود او ايا كان حاجه على الاوردر الجاي. تمام. فانت لازم تعرف كل الاوبجكشنز بتاعت العملاء بتوعك، الريفيوهات بتاعتهم، لان دوت حرفيا هو دوت سورس مهم جدا جدا للبراند بتاعك، وده اساسا اساس نجاح اي براند من الاخر.
طيب بعد ما هنا باعمل evaluation أنا بالضبط أنا عندي مشكلة فين بالضبط، أنا هافهمك بقى بالضبط إزاي تعمل evaluation للe-commerce brand بتاعك، وإزاي تعرف بالضبط إيه الmetrics اللي أنت لازم تشتغل عليها، أو لازم تكون فاهمها كويس جدًا بالنسبة لك، لأن أغلب الناس للأسف هو بيشوف بالنسبة له أهم metric إن أنا معايا revenue كام على الdashboard بتاع Shopify، وغصب عنه بيلاقي نفسه إن أنا آخر الشهر مثلًا إن أنا الgross profit بتاعي أو الnet profit بتاعي قليل، تمام، أو الحالة التانية إن أنا بالنسبة لي أكون في شهور عامل أرقام كبيرة جدًا، بعدها بشهرين 3 ألاقي نفسي وقعت مرة واحدة، تمام، وما عندوش أي تفسير للي بيحصل ده، وفي سببه إن هو بيكون برضه بيevaluate الbusiness بتاعه based على metrics هي غلط أصلًا، metrics مضللة، تمام، الmetrics دول بالنسبة لنا وهم الaverage order value والCAC واللي هو الcontribution margin والlifetime value والMAR، تمام، طيب كل metric فيهم أنا هاشرح لك بالضبط أنت بتشتغل عليه إزاي وإيه لازمته، تمام، وإيه الmetrics المهمة أصلًا اللي أنت المفروض لازم تبقى فاهمها كويس جدًا، تمام، الaverage order value اللي هو الtotal revenue على الtotal orders، تمام، ودول هيعرفك أنت بالضبط أنت بتصرف قد إيه عشان تجيب value معينة، تمام، تاني حاجة الreturn on ad spend وده بيبقى من الآخر هو معيارك لكل بلاتفورم أو للads بس، تمام، مش معيارك للbusiness بشكل خالص، يعني أنت ما يكونش هدفك أصلًا إنك تجري ورا ROAS وخلاص، لأ هو بس من الآخر هو معيارك إن أنت تشوف الad دوّة هو بييجي منه ROAS عالي والّا لأ وخلاص، تمام، وأنهي أكتر ads ممكن تevaluate عليها وbased على إيه، لأن أنت أصلًا حتى لو الad ذات نفسه جايب ROAS عالي لو أنت شغال على الexisting customers فده ROAS مضلل أصلًا، تمام، تالت حاجة الMAR واللي هو الmarketing efficiency ratio، تمام، واللي هو اللي هو الtotal revenue على الtotal marketing spend، وفي BER اللي هو الbusiness efficiency ratio، من الآخر أنا باشوف الtotal revenue على الtotal spend حرفيًا بقى في كل حاجة، يعني حرفيًا أنا من الآخر باعمل إيه، باشوف أنا عندي الtotal marketing spend بتاعي، الCOGS بتوعي عاملين إزاي، كل مصاريفي وكده، فبالتالي باشوف أنا الratio ما بينهم عاملة إزاي، تمام، رابع حاجة الCAC أو الnew customer acquisition، من الآخر أنا باصرف قد إيه على اللي هو الnew customers بتوعي، على عددهم، تمام، فبالتالي أنا باعرف اللي هو الnew customer acquisition بالنسبة لي بيكلفني قد إيه، وده metric مهم جدًا، جدًا بالنسبة لي، ولازم يكون أكتر من 70% من الصرف بتوعي موجه على إن أنا acquire بيها customers جداد، إن أنا أجيب عملا بتوع الbusiness بتاعي، لأن دوّة هو اللي هيخلّي عندي growth rate يعلى، تمام، خامس حاجة الLTV وده مهم جدًا بالنسبة لي، إن أنا الشخص ذات نفسه هو بيشتري مني كام مرة بعد كده، يعني مثلًا لو عميل اشترى مني مرتين كل مرة فيهم ب1000 جنيه يبقى أنا الLTV بتاع العميل بتاعي 2 في 1000 يبقى 2000 جنيه، تمام، فبس دي الفكرة، يعني قيمة العميل بتاعي على مدار العمر، تمام، آخر حاجة الcontribution margin وهو الrevenue بتاعي بعد ما اخصم منه الCOGS والshipping والfees والmarketing وكده، تمام، والcontribution margin بالنسبة لي مهم جدًا من الآخر أنا أعرف إنه الprofit بتاعي عامل إزاي، تمام، لأنه ده مهم أوي، أوي، أوي بالنسبة لي. طب دي case مهمة أوي بالنسبة لي إن هو مثلًا إحنا عندنا هنا براندين، براند A وبراند B، براند A نفس الاتنين نفس الrevenue بتاعهم في على مدار الشهر يعني، بس براند A أكتر من 70% من الrevenue جاي له من new customers، تمام، براند B لأ جاي راجع له منهم returning customers، فبالتالي تتخيل أنهي براند فيهم هيكمل في السوق أكتر، 100% هيكون براند A، تمام، براند B once إن هم خلاص حصل fatigue والناس شافت الads بتاعته أكتر من مرة وكده، هو البراند بتاعه كل شوية بيقل، بيقل، بيقل لحد ما مرة واحدة هيلاقي نفسه بيقفل البراند بتاعه، لأن هو ما كانش أو إن هو كان بيجري ورا metrics غلط اللي هو الROAS وخلاص، تمام، لأ أنت لازم تعرف إن أنت بالنسبة لك نسبة returning customers قد إيه، ونسبة الnew customers قد إيه، ونسبة الnew customers على الlifetime value بتاعك قد إيه، وكل لمّا يكون بالنسبة لك الnew customers أكتر من returning customers كل لمّا يكون بالنسبة لك إن أنت تعرف إن أنت كبراند إن أنت كل شوية البراند بتاعك بيكبر، تمام، لأن أنت بتinvest أكتر إن أنت تكبر الcustomer list بتوعك، تمام، once إن الcustomer list بتوعك دول يكبروا غصب عنك أنت هتلاقي إن في retention rate منهم، غصب عنك إن دي sales بالنسبة لك مضمونة، أنت كده، كده بتصرف عليهم رقم قليل جدًا في الads، تمام، نفس الكلام هو نفس الحاجة إزاي تحسب الMAR بتاعك، أنت ونفترض إن أنت جبت net revenue 5.000.000 جنيه وصرفت على الmarketing مثلًا BR 800,000 وصرفت على الads 200,000 أيًا كان أرقام أنا باحط أي أرقام وخلاص، فبالتالي total marketing spend مثلًا مليون جنيه، تمام، أو مثلًا صرفت على الmarketing total activities بقى زوّدت organic content campaign قوية جدًا اللي هو الhigh end production مثلًا 500,000 وصرفت على الads 500,000 مش هيفرق معايا، المهم إن أنت بالنسبة لك أي marketing activities بتحسبها كده، فبالتالي الMAR بتاعك بيبقى 5 طبعًا في الأغلب ما حدش بيحقق الratio 5 دي، يعني الأغلبية الأغلبية بتبقى في range ما بين 2 لحد 4 يعني بيبقى عظيم جدًا حتى لو حقق 4، تمام، نفس الكلام هنا على اللي هو إزاي تحسب بالنسبة لك اللي هو الROAS بالنسبة لك، تمام، الROAS هو بس metric مهم جدًا زي ما قُلت لك لكل platform إن أنا أعرف بالنسبة لي الads اللي جوّه أو الadsets اللي جوّه الplatform دي ذات نفسها باقارنها ما بينها وما بين بعضها، وكمان باعمل break down منها للaudience يعني باشوف الads اللي هي بتacquire ليّا customers جداد أبتدي أشوف الROAS بتاعها بقى عامل إزاي، تمام، إنما أصلًا لمّا أنا باعمل break down للaudience بتوعي وبالاقي إن أنا مثلًا الads اللي شغالة لي على الexisting customers بالنسبة لي مش metric يحدد لي إن الحاجة دي بالنسبة لي كويسة والّا لأ أصلًا، تمام، طيب بعد كده اللي هو زي ما قُلت لك اللي هو الlifetime value لازم مهم جدًا بالنسبة لي أكون عارفه ليه؟ لإن أنا بالنسبة لي لازم أقارن الnew customer acquisition مقارنةً بالlifetime value لو أنا الproduct أو أنا مثلًا براندين، براند A مثلًا الCAC بتاعه أو الnew customer acquisition بالنسبة له 500 جنيه، براند B 500 جنيه، بس أنا هنا بالنسبة لي كبراند أنا عندي loyalty program كويس، باقدم service كويسة أو product كويس، فبالتالي الناس بترجع تشتري مني
مني مره و2 و3، البراند التاني خلاص هو الناس اشترت منه اول مره، فانا غصب عني براند بي مش هيقدر يكمل في الماركت، براند ايه هيكمل اكتر في الماركت، فاهمني؟ فبس دي الفكره كلها بالنسبه لي. ازاي تعرف ان انت فعلا البراند بتاعك هو انت ماشي بشكل كويس ولا لا؟ اول حاجه ان انت يكون الجروس ريت عندك كل شويه بيعلى، تاني حاجه تحسب الماركتنج افشنسي ريشيو بالنسبه لك ده بيزيد ولا لا. الجروس ريت ده بتعرفه ان انت نسبه النيو كاستمر اكوزيشن بالنسبه لك، او النيو كاستمرز تبقى اعلى من الكاستمرز اللي هم القدام يعني، تمام، وان الكاستمر ليست بتاعتك تكبر كل شهر يعني. تاني حاجه الماركتنج افشنسي ريشيو. تالت حاجه الايكونوميز المهمه بالنسبه لك، ان انت اللايف تايم فاليو بتاعك كريشيو يبقى اعلى بكتير من الكاك، طبعا اتليست يبقى بلس 2 فيما فوق يعني، تمام. رابع حاجه الديماند اللي انت خلقه، او الديماند على البرودكت بتاعك لازم كل شويه يكون اصلا الشخص ذات نفسه بالنسبه لك هو اللي بيرجع يشتري منك مره تاني، لان انت قدامه طول الوقت، لان انت قدامه بشغله باكتر من سورس اصلا، من بي ار، من اس ام اس، من ايا كانت الطريقه اللي انت شغال عليها، تمام. الكونفرجنز بتاعتك ذات نفسها، هل الناس بترجع تشتري منك مره تاني ولا لا، والريتنشن ريت وكل حاجه، تمام. وفي عندك سهوله في الناس لما بتخش عندك على الفندق عندك بقى ايا كان على الويب سايت، هل الويب سايت بتاعك ده فريندلي ولا لا، ان انت تخش دايما من فتره للتانيه شوف، اعمل لنفسك كده اطلب اوردر من البراند بتاعك لاي عنوان ما يكونش باسمك، وجرب الاوبريشن كامله من غيرك، تمام. وانس ان انا هجاوب على الاسئله دي انا هعرف ان انا بالنسبه لي ماشي صح ولا غلط، تمام. فانا بالنسبه لي الاي كوميرس هي مش عباره عن ادز تماما تماما، الادز دي هي اخر مترك، او الادز دي هي اللي بترفلكت ليا فعلا انا عندي مشاكل فين بالظبط، وهي المعيار الاساسي ليا. فانا مثلا عندي مشكله في الكونفرجن ريت، فانا عرفت ان انا عندي مشكله هنا، انا عندي مشكله في الريتنشن ريت، فانا عندي كاستمر سبورت وحش، انا عندي مشكله ان الناس اصلا كريتيفز مش بتخش عندي على الويب سايت، فبالتالي السي تي ار عندي قليل، فبالتالي محتاج اشتغل على كريتيفز اكتر، تمام. انا عندي السي بي ام عالي جدا جدا جدا، فانا يا اما عامل الكريتيفز بتوعي وحشين، او يا اما انا ما فيش هايب اعملها عندي، تمام. انا هنا عملت كل دوّة وغصب عني البرودكت وِحِش، ما حدش مهتم إن هو يشتري منك حاجة هو أصلًا مش محتاجها، تمام. فبس دي الفكرة كلّها بالنسبة لي. بعد كده أنت محتاج إنك تشتغل على إيه، احسب الMER بتاعك بشكل كتير يعني، اعرف إن نسبة اللي هو الnew customers ما بينها وما بين إن هم الناس الreturning customers ده كل شهر، حتى من على shopify قُل له أنا عايز أعرف نسبة اللي هو، أو من الanalytics حتى هتخش هتلاقي إن هو returning customer rate أو الretention rate هتلاقيها موجودة عندك في الanalytics عادي، تمام. أو قُل له shopify sidekick قُل له أنا عايز أعرف منك نسبة العملا الجداد آخر مثلًا 3 شهور كل شهر قد إيه، تمام. او اخر سنه، وتشوف الريشيو دي بتزيد ولا بتقل، تمام. اخر حاجه ان انت لازم تعرف انت اقل عنصر فين بالظبط وتشتغل عليه، تمام. فبس دي الفكره كلها، انت ما يبقاش كل هدفك من الاخر لو انت شغال في الاي كوميرس، ما يبقاش كل هدفك بيع على قد ما انت يكون كل هدفك ان انت البيع اللي انت بيجي لك ده هل ده حاجه هيلثي ولا لا، هل اللي انت اصلا كبراند انت بتكبر كل شهر ولا لا. بس ده المهم جدا بالنسبه لي. وبعد كده انت هتلاقي نفسك اصلا غصب عنك ان ارقامك هي اللي بتوجهك، غصب عنك انت هتلاقي مثلا ان انت بالنسبه لك لو انا عندي مشكله في اي حته فانا بروح للحته دي وبحلها، فانا 100% البراند بتاعي هيبقى قايم كده على اسيت قوي، اصلا هيبقى قايم اصلا على اساس صلب اقدر ان انا اكبر واعمل سكيلنج بتاعي. واهم حاجه بالنسبه لي لو انا ابتديت صح حليت مشاكلي، انا هيبقى فكره ان انا اعمل سكيلنج اسهل بكتير مما انا متخيل. اخر نصيحه، ما تستخسرش اي حاجه في البراند بتاعك، لانه هو البراند بتاعك وهو كده كده هو اللي بيرجع لك الفلوس، فبالتالي لو انت استخسرت فيه اي فلوس بقى في هايب في اي حاجه، الموضوع هيكون بصراحه خساره ليك انت اول حد او اكتر حد تاثر بالخساره دي. تاني حاجه الاكسبكتيشنز بتاعتك لازم تبقى واقعيه، ما تبقاش شخص بتجري ورا ارقام مش واقعيه، فبالتالي تبقى انت فريسه سهله لحد نصاب طبعا، الناس اللي هتبيع لك الوهم، فبالتالي هيقولوا لك ارقام مش واقعيه انها تحصل اصلا، فغصب عنك هتلاقي نفسك اتصدمت بالواقع بالطريقه الصعبه. فده مهم جدا بالنسبه لي. اخر حاجه اعرف الميتريكس المهمه بالنسبه لك اللي انت تقيس بيها انت ماشي صح ولا غلط. واخيرا انا عبد الله خالد الفاوندر اوف بينج نيوز. لو انت شخص بتبيع باكثر من 500,000 في الشهر وعايز تكبر البراند بتاعك، تقدر تبعت لنا على الارقام اللي هو 0122 3163 572، او اللي هو الويب سايت بتاعنا هتلاقي كل الارقام، والويب سايت بتاعنا موجود في البايو.